مرحبا بكم من جديد. بعد مضي أكثر من عامين على زواجها، الأنثى نبيلة تتحول إلى نبيل الذكر بعد أن عانت من ورم في جهازها التناسلي أدخلت على إثره المستشفى. قرر لها عملية جراحية كانت نتائجها غير متوقعة، وهو أن تنقلب حياتها رأسا على عقب لتنتقل من عالم النساء إلى عالم الرجال في حالة غريبة ونادرة. تحولت فيها نبيلة الأنثى إلى نبيل الذكر بعد زواج دام أكثر من عامين. للمزيد من التوضيح نتابع هذا التقرير. بعد زواج استمر 3 أعوام رافقتها الآلام المرضية، ذهب أحمد لمعالجة زوجته نبيلة من مرض لم يعرف. قرر إجراء عملية جراحية. بعد ذلك لم يكن أحمد يتوقع أبدا أن يكون هذا اليوم يوما لن ينساه طوال حياته، عندما أخبره هذا الطبيب أن زوجته نبيلة للأسف قد تحولت إلى نبي. قالوا مثلا هذاك يعني جهادات ما فيش طلع منها أي خبر يعني على المرض، ما قالوا فتق ضروري نعمل عملية. رجعنا رحنا عند الدكتور علي التهامي، دلنا على الدكتور دلنا على الهلالي، فطلعنا الجهاز. عندما رحنا رجعنا عنده تفاجئنا قال الدكتور عنه سوف يطلع مثلا رجل. كاميرا السعيدة تحدثت إلى نبيلة سابقا، والذي بدا متفاجئا حتى هذه اللحظة. قالوا حبوا البنات قالوا ضروري، قال الدكتور ضروري نعمل عملية. من عملية طلع هذا ذكر. صدقت ولا كيف؟ ما نصدق بالله. ما نصدق بالله. الفريق الطبي المعالج وصف الحالة بالنادرة، مؤكدا أن نبيل قد انتقل علميا من جنس النساء إلى جنس الرجال. فيا سبحان الله. فعلنا له جهاز للجهاز التناسلي الأنثوي طبعا، ورجع الجهاز انه لا يوجد اي رح ولا مضايق. في الاخر اضطريت ان اكلم زوجها، انه الامور يعني ممكن نصلح العمليه ويطلع ذكر. ها هو نبيل يودع ايامه الماضيه، يشد من رباط رأسه خالعا أحذيته النسائية، يتأهب لدخول عالم الرجال. تباركه دعوات الزوج القديم أحمد. طالب أصحاب فعلا خير أن مثلا يتعاونوا معي ويتعاونوا معه. قصة أذهلت الجميع، لكنها شاهدة على قدرة حكيم عليم له في خلقه شؤون. محمد العميسي لبرنامج صدى الأسبوع، محافظة إب. قبل أن تكتمل المرحلة الأخيرة من ترميم مدرسة وجامع العامرية، تشهد مدينة رداع جدلا واسعا بين أوساط المواطنين هناك حول جامع ومدرسة العامرية، فالبعض يطالب بفتحه للصلاة فقط، فيما